قبل ما نبدأ في أي حاجة أنا بس عايز أسأل سؤال. يعني احنا عندنا 7000 سؤال، بس في سؤال كده عايز ابتدي بيه. ايه سبب بداية مصطفى شوبير في الماتش ده؟ انا والله مش ملم بالموضوع، الله اعلم، ممكن يكون الشناوي مصاب، بس الشناوي كان على الدكة بره. ليه مصطفى شوبير اللي حرقناه الموسم ده؟ الموسم اللي فات كنا مطمنين ان عندنا مصطفى شوبير بره. الموسم ده اللي حصل مع شوبير اتحرق. البداية اللي ابتداها ورميته في النار دي اللي اتكلمنا عليها قبل كده، والضغوط اللي كانت عليه عشان يثبت نفسه ان هو ويقدر يقعد الشناوي، كانت بداية سيئة جدا. شوبير دلوقتي بعد ما اتسحب بره والشناوي اللي بدأ، لما رجع شوبير تاني، هو شوبير رجع بضغط اكتر من الضغط اللي فات. ليه؟ لانه هو كان بادئ اصلا بناء على موسم قديم الشعب، او مش الشعب، الجمهور كان حبه بيه، فهو غير الفكر ده عند الجمهور، او بدأ بشكل وحش ما كانش عاجب الجمهور فبعد. دلوقتي بقى هو عايز يرجع، لا يا جماعه انا كويس بتاع زمان، فالضغوطات عليه كانت اكتر، فظهر بماتش سيء جدا. مش بتكلم على الاجوان اللي دخلت فيه، الكرات العرضيه مصطفى بيلجلج خطوه قدام خطوه ورا، خطوه قدام خطوه ورا، يعني بشكل غريب جدا، بنحرقه بشكل ملوش اي لازمه. ده بالنسبه لمصطفى شوبير. التشكيله بقى، التشكيله اللي ابتدينا بيها دي برضه، ليه ابتدينا بكده؟ بص مبدئيا يعني انا مش بلوم عماد النحاس على حاجه، ولا عمري هلومه على حاجه، لان هو في مرحله نفس مرحله نهايه الموسم اللي فات. انا كل اللي عايزه منك تجمع نقط، او مش بس كده، انا مضغوط ضغطه ما يعلم بها الا ربنا، ومع ذلك كل اللي عايزه منك تجمع نقط. ويمكن اسوأ من الموسم اللي فات. الموسم اللي فات كنا بنقول كولر محجم اللعيبه، احنا الموسم ده بنقول المدرب كان سيء، اللعيبه كلهم سيئين، الاهلي كله وحش، ومع ذلك انا بطالب عماد النحاس انه يجمع لي نقط على قد ما يقدر لحد ما نعدي من المرحله دي. فانا عمري ما بلومه في حاجه، بس في حاجات كده بالمنطق. التشكيله اللي نهى بيها مش الهجوم الفج اللي كان اللي نهى بيه، لا، بس التشكيله. يعني مثلا عمر كمال ليه ما يلعبش هو باك شمال من الاول؟ عمر كمال لعبها قبل كده الموسم اللي فات، لعب باك شمال مع كل المدربين اللي مسكوه، بالتالي لعب في المنتخب ولعب في المصري وفيوتشر، كل المدربين اللي مسكوه عمر كمال لعب شمال، ومع الاهلي في الماتش ده نزل لعب شمال. ليه ما لعبش بيه؟ هتقول لي اصل يمكن وعنده دفاعيا وبتاع، ما هو انا اصلا بعمل التغييرات في التشكيله دي عشان انا كنت مستسهل ماتش الحرس، وخلينا متفقين على ده. يعني البدايه بحسين الشحات وطاهر محمد طاهر اللي بعاد تماما، اللي انا اساسا من الموسم اللي فات اقتناعي بيهم انعدم تماما، بس الاتنين دول بعاد تماما عن الصوره خلاص. فهل انت بترجعهم بتديهم ثقتهم في نفسهم في ماتش ضعيف زي ده؟ طب بما ان انت شايف ان الماتش قليل، ليه ما ابتديناش بفكره عمر كمال دي باك شمال؟ لو انت اوريدي مستسهل الماتش وشايف ان ينفع تبتدي بطاهر وحسين الشحات، تديهم بقى، تكسبهم ثقه في نفسهم، تعمل الحاجه اللي كل الجمهور بيطالب بيها، الا وهي ان يا باشا النجوم بتوع الاهلي، سواء بقى زيزو، بن شرقي، زيزو مصاب طبعا بس يعني بنتكلم عامه، زيزو، بن شرقي، تريزيجيه، اللي مش كويس فيهم قعدوا دكه. هل كنت بتعمل دي؟ هل كنت يعني بتوريهم اللي هو ها انا ممكن اقعدكم؟ طب بيتهيألي لا، لان لما اتعكت انت نزلت كل اللي على الدكه بره. طب انا ليه ما بداتش الدكه دي؟ لسبب ان انا كنت بقول ماتش الحرس ده انا ما كانش عندي شك ان احنا هنكسبه، او يعني هنخسره يعني من الماتش اللي فات. بس انا كنت عايز حاجه تانية غير الماتش ده، كنت عايز احس ان اللعيبه واثقه في نفسها، كنت عايز احس ان اللعيبه داخله ماتش الزمالك مش مقلقه، مش هايبه، اكسب ماتش الحرس بشكل مريح، ما بقاش بجري لاخر ثانيه. ده انت يا راجل الحرس زنقك في اخر 15 دقايق وكنت بتلعب عليه مرتدات. يعني حاجه، كان في مكسب تاني غير مكسب الماتش، غير الاجوان، مكسب معنوي للعيبه، ثقه للنفس، ثقه في النفس للعيبه. انت عندك اللعيبه دي هتقابل الزمالك اللي كله دلوقتي معنوياته في السماء، كله معنوياته في السماء، اللعيبه والاداره والجمهور وكل الناس مبسوطه باداء الزمالك وبشكل الزمالك. انت رايح تقابلهم وانت حرفيا يعني واصل لهم زحف على البطن بعد الماتشات اللي فاتت دي، وبعد المستوى اللي فات، مستوى سيء جدا. تعالى بقى ناهيك عن كل ده، تعالى نتكلم عن شكل الاهلي الدفاعي اللي اي حد عايز يروح بيروح، حرفيا اي حد عايز يروح بيروح. حرس الحدود ما لعبش علينا كوره، حرس الحدود في الناحيه اللي قدام ما لعبش علينا كوره، اي كوره كانت بتتلعب بين السنتر باكين، اي كوره كانت بتتلعب من ورا الباكات، من ورا الباك يمين او الباك شمال، كانت بتوصل لحمدي زكي، بتوصل والراجل بيوصل بيها لحد الجول. كانوا هيجيبوا فينا التالت وهي لسه 2-2، كان في انفراد اللي شوبير وفق فيه الحمد لله، كانوا هيجيبوا فينا التالت وهي لسه 2-2. فالاهلي دفاعيا سيء جدا. كنت اتمنى نبتدي بتشكيله تريح لي الماتش من بدري، ما يبقاش في اي تجربه في الماتش ده، عشان ابقى مطمن ان انا قادر قدام الفرقه العاديه، فابقى داخل ماتش الزمالك كده وانا كسبان باريحيه. لكن انا متاكد ان اللعيبه في نص الماتش
كانت بتفكر امال قدام الزمالك هنعمل ايه. يعني الحرس كان بيلعب عليك بمرتدات ومرتدات عشوائيه، اوعى تفتكر ان الحرس كان بيلعب علينا كوره. الحرس كان واقف ورا مش عايز يطلع، لما بيقطع الكوره مش عايز يطلع. كانت الكوره بتترمي على واحد، الواحد ده لو قدر يعدي نص الملعب ويلعب للفرود او ايا كان اللي واقف في النص، حمدي زكي او ايا كان اللي بيخش مكانه، كان به. ما قدرش، خلاص يا باشا، الجون اللي جابوه طلع اوف سايد بنفس الطريقه. الكره اللي بالعرض ضغط على محمد هاني اللي لسه هنتكلم على الحته دي، كره بالعرض والفرود لوحده في ال 18 وسط ثلاثه نتشها. الجون الثاني دربكه في ال 18 وسوء تمركز من مدافعين الاهلي وجات جون. الحرس عمل ايه تاني؟ ولا حاجه، كان بيلعب على الكره دي اللي هو واحد هيطلع، هما اتنين، واحد واقف قدام والتاني بيطلع. التاني عرف يطلع لوحده، مفيش كرة جماعية تتعمل، كان به. ما عرفش، خلاص يا باشا سيب الكرة وارجع، كدفاع مش هطلع. فالحارس ما لعبش علينا كرة، ووصل كل الهجمات اللي وصلها دي اللي هي الاجوان اللي جابها، والكرة اللي جاته ما اتحسبتش، والانفراد اللي بعده، وهو ما بيلعبش علينا كرة. ها طيب عندك الزمالك لا، فرقة يعني فرقة هتهاجمك، فرقة مش هتنزل تقفل قدامك، فرقة هتبقى عايزة تكسبك زي ما انت عايز تكسبها، يعني هو المنافس، هو اللي يقدر عليك في الدوري. ففرقة هتهاجمك، هتسد قدامهم ازاي؟ فرقه بقى مش هتهاجمك، ده فرقه عندها سرعات، عندها الواد البرازيلي اللي على اليمين ده يعني لو قابلناه بنفس الوقفه بتاعه ماتش الحرس دي، لا دي كارثه، كارثه من كوارث الدنيا. واللي انا اتوقع ان النحاس مش هيلعب ماتش الزمالك بمجازفه، يعني هيلعب على حاجتين: الاسترجال والكرامه اللي لو لسه موجوده عند بعض اللعيبه يعني. الحاجه التانيه ان انا اطلع بالماتش ده ما اخسروش، لو مش هكسبه انا مش هقدر اكسب مش مهم، بس هأمن ورا الاندفاع، الضغط، الطلوع بشكل مبالغ فيه، ده مش هتشوفه من الاهلي من توقعاتي. بعد اللي احنا شفناه من الاهلي خلال الماتشين الثلاثه اللي فاتوا، الاهلي عنده كارثه كبيره جدا اكبر من كارثه المدرب. الله اعلم ايه هي، الله اعلم هل فعلا اللعيبه منافسين على بعض، الله اعلم هل اللعيبه بتبص لبعض في الارقام، الله اعلم هل اللعيبه عايزه ترسم، كل واحد عايز يبقى هو نجم الفريق. بس الاهلي عنده كارثه كبيره جدا اكبر من كارثه المدرب. اتمنى ان احنا نلحقها في اسرع وقت ممكن، عشان الاهلي كده شكله غير مبشر بالمره. وانا كل مخاوفي بطوله افريقيا، انا بطوله افريقيا السنه دي بالنسبه لي حياه او موت. لن اقبل غير بالبطوله، مش ان احنا نوصل النهائي او نخسر النهائي، لن اقبل غير ببطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي. فالمنظر اللي الاهلي فيه ده يعني حاجه كارثيه. انت عندك نجوم، وعندك نجوم، وعندك لعيبه كره تقيله، انا ما عنديش شك في ده، كلهم لعيبه كره تقيله، حتى الناس اللي ورا، سواء مرعي، سواء ياسر، مروان ديانج، ناس كلها انا عندي ثقه فيها، وناس كلها يا عم مش هقول لك 110 على 10، الوحش فيهم 6 7 على 10. ف لكن اللي هم فيه دي حاجه ما تعرف يعني، مش عايزين بقى نبتدي نخش في حته بقى معمل لهم عمل ومسحور لهم وبتاع. اللعيبه شكلها غريب قوي، اللعيبه شكلها غريب، شكلها غريب في الوقفه في الباص. تحس ان هي ناس اتلمت اول مره تلعب مع بعض، اول مره يلعبوا والله بيتهيألي لو اول مره يلعبوا مع بعض هيبقى شكلهم احسن من كده. في حاجه غريبه جدا في الاهلي، حاجه مش عارف يعني، مش عارف اتكلم فيها يعني. الغلطات حتى اللي بنعملها، الغلطه بتاعت محمد هاني دي، الكره اللي على الخط، الف ب الف ب. الباك، الواحد لما كان بيلعب باك، انا دلوقتي وش الجوني باخد يعني وش الجوني ظهر الملعب، انا باخد الكره واطلع كده. ولو على ده لو انا ناحيه اليمين، لو انا ناحيه الشمال وش الجوني باخد الكره واطلع كده. دايما الكره بيني وبين الخط، مستحيل اخلي الكره ناحيه جوه، وده اللي هنا عمله في الجون التاني. ليه بقى مستحيل اخلي الكره بيني وبين الجون، بيني وبين السنتر باك اللي جنبي؟ عشان ما يحصلش نفس الغلط اللي حصل مع هاني. الكرة جوه معرفش ازاي بيعملها، يعني دي مش محتاجة بقى هاني فايق ولا مش فايق، ده ألف ب. الكرة لجوه، الواد ضغط من ناحية الشمال خبطتين في الظهر، الكرة اتاخدت، هاني واقع، خلاص راح على الجون، والراجل ما لعبش اي كرة، الراجل شاط الكرة جوه ال 18 وزي ما تيجي وجت. يعني غلطات غريبه، عشان كده بقول لك فرقه الاهلي غريبه جدا. التمركزات بتاعه السنتر باكين، الكره بتترمي بينهم، بيتضربوا بشكل عمري ما شفته من مدافعين الاهلي قدام اي فرقه كبيره لعبناها قبل كده، عمري ما شفت المنظر ده. ففعلا الاهلي محتاج وقفه عشان نلحق
ماتش الزمالك احنا داخلينه، انا عارف ان ماتش الزمالك ليه حساباته الخاصه، وماتش الزمالك بطوله خاصه، وفعلا وده بيحصل. يعني ماتش 6-1 ده الاهلي كان في اسوأ مراحله يعني، ونزل كسب الزمالك 6-1. وياما الاهلي كان احسن من الزمالك وراكب وكسبان الدوري، والزمالك بينزل يكسب. فدي حاجه انا ما عنديش اي خلاف عليها ان ده ماتش لوحده. بس انا لازم اخد بالاسباب. انا قدامي دلوقتي الاهلي مش فايق، هل اعتمد على فكره ان هو بطوله لوحده، وان اللعيبه بتنزل بدوافع تانية، وان اللعيبه بتنزل مستموته، وكل ده انا متفق معاك فيه. بس هل اخد الريسك وانزل اعتمد على دي، ولا اخد بالاسباب والعب باللي قدامي؟ اخد بالاسباب طبعا والعب باللي قدامي. الاهلي قدام الزمالك لازم يامن ورا ويلعب على حاجه واحده، لو ما كسبتش الماتش ما خسروش لحد ما اشوف الماتش رايح بيا لفين. لكن هنزل مندفع والعب كرة الهجومية عشان انا الاهلي اللي بنزل وبعمل. لو الزمالك فايق علينا، لو الاهلي بيعمل الغلطات بتاعت ورا، الماتش هيفتح مننا ومش هنعرف نلمه. فلازم الاهلي ينزل الماتش ده بيلعب على حاجة واحدة، ما كسبش ما خسرش. لو مش هعرف اكسب ما خسرش. ملخص الكلام، الاهلي بالشكل اللي هو فيه ده يقدر ياخد الدوري. يعني زي ما انت شايف كده، ماتشات ايه هتمشي تحجل فيها، هتضرب جول من هنا، الفرق نازله قدامك تتعادل، انت كده كده بتلعب باسمك قبل اللعيبه. ان ده بيتكعبل ده بيتكعبل، ممكن توصل ان انت تاخد الدوري بالشكل ده. ممكن لو الزمالك وقع، لو بيراميدز وقع، ممكن توصل ان انت تاخد الدوري بالشكل ده. لكن لو كملنا بنفس الشكل ده، احنا دوري ابطال افريقيا مش هنعدي المجموعات، حرفيا مش هنعدي المجموعات. فالاهلي انا شايف ان هو محتاج وقفه وتدخل اكبر من فكره ان هو محتاج مدرب. الاهلي بيعمل غلط في الاساسيات، الاهلي بيعمل حاجات غلط في اساسيات الكوره واساسيات التمركز. عند لعيبه كلهم منتخب، كلهم منتخب، والمحترفين فيهم بيلعبوا منتخبات. فاللعيبه ما بتلعبش كوره، اللعيبه دماغها مش في الملعب، دي حاجه خلاص كلنا مسلمين بيها. فالاهلي محتاج تدخل من مجلس الاداره، محتاج تدخل من اداره الفرقه عشان نلم الموضوع ونشوف يا باشا مين اللي مكمل معانا ومين اللي هيتكل على الله. لكن نرجع لصلب الموضوع. انا بتكلم فيما هو قادم، فيما هو بعد ذلك يعني. نرجع لصلب الموضوع. عماد النحاس واخد الاهلي بالطريقه الصح. بمعنى ايه الطريقه الصح؟ هو كسب حرس الحدود، نططنا للمركز الرابع، الاهلي بقى معاه 12 نقطه، فرق بينك وانت كده كده اقل من الزمالك ماتش، فرق بينك وبين الاول تقريبا 4 نقط ولا حاجه. فهو ماشي بالطريق الصح. ليه؟ انا كعماد النحاس دلوقتي انا مش عايز اثبت وجهة نظري، انا مش عايز اثبت فكري، انا مش عايز اطبق حاجة معينة على الملعب زي اللي كان المدرب بيعملها في بداية السيزون. انا بخسر بكسب، انا عايز العب بالطريقة اللي انا عايزكم تلعبوا بيها. عماد النحاس ما بيعملش ده. عماد النحاس عايز يكسب، وده شفناه لما الجون التالت دخل وفرحته او قبل ما الجون التالت يدخل، كمية الناس اللي بتلعب قدام اللي رماهم في الملعب. انا ولا عايز بقى نمسك كورة، ولا عايز ننقل كورة، ولا نوجد مساحات بين مش عارف المساك والباك، ولا عايز اللي يلعب لي على المربع 14. انا عايز اجيب الماتش هيجي ازاي هاتوه، الم نقط ما اخسرش نقطة. وهو ده اللي حاصل من عماد النحاس. يشكر عليه، يشكر عليه، بس في حاجات ودي مش هنستحملها في ماتش الزمالك. في حاجات زي بدايه الشوبير، زي البدايه بالباك ليفت، ما مش فاكر ما يبداش بعمر كمال باك ليفت، زي البدايه بحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، مش مستحمله. انا عارف ان الماتش ده ممكن يديلك اريحيه ان انت تجرب لسبب ما، بقى تجرب ان انت توري العين الحمراء للعيبه، تجرب ان انت تريح لعيبه قبل ماتش الزمالك، تجرب ان ما اعرفش الماتش ده مديلك اريحيه كده. ماتش الزمالك مش مستحمل ده. ماتش الزمالك بالنسبه للاهلي والجيل ده كله، مش الجيل، الفرقه دي كلها، بلاش الجيل، ماتش الزمالك بالنسبه للفرقه دي كلها حرفيا هيبقى القشه التي قسمت ظهر البعير. يا اما هيحصل تفوير في الفرقه كلها من توقعاتي يعني، يا اما هنلتزم الصمت ونحترم نفسنا وهنشوف بقى هترسى على ايه ونكمل. ليه؟ انت عندك فرقتين اللي انت بتنافسهم، مع كامل احترامي لكل الفرق التانية يعني، بيراميدز والزمالك. بيراميدز شايلك اول ماتش، وعندك الزمالك التاني. هتخسر من الفرقتين في الدور الاول، فدي كارثه، كارثه لا تغتفر وما يتسكتش عليها. بس يا سيدي، وبكده وصلت نهايه الحلقه. استنوني ان شاء الله الحلقه اللي جايه، وان شاء الله نكسب الزمالك.